الفيلم ديال اليوم عجيب، وحده من اغرب القصص على واحد السيد ذات شارف وما حدو عايش وهو كيصغر. قبل ما نبداو الملخص ديالنا ما تنساش دير لايك اشتراك في القناه باش تكون واحد من العائله وزير داك الصنطه ويلا نبداو. الفيلم كيبدا بواحد المراه كبيره في العمر سميتها ديزي، نعسه في السبيطار وقريبه تودع، ومع بنتها كارولين اللي كانت غير ساهيه وخايفه حيت واحد العاصفه قويه قريبه تضرب. كارولين قربت عند امها باش تهضر معاها، ولكن ديزي كانت مستسلمه للموت. ديك الساعه تفكرات واحد القصه وبغات تعاودها. القصه على واحد السيد كيصاوب السوايع غنسميوه ساعاتي، كان الشوف ديالو ناقص وعنده غير ولد واحد. عيطوا عليه باش يمشي للجيش حيت كانت الحرب. من بعد 4 شهور وصلاتو الخبار باللي ولدو مات في الحرب. السيد تحطم، وملي كان كيصاوب واحد الساعه كبيره من المحطه ديال التران قرر يصاوب العقارب ديالها كيمشيو باللور. النهار اللي علقوا الساعة وجا العمدة والناس كاملين كلشي تصدم فاش شاف العقارب كيرجعوا باللور. ساعات تيشرح ليهم باللي صايبها هكاك باش الزمن يرجع للور وولادنا اللي ماتوا بالحرب يقدروا يرجعوا للحياة. هذه كانت آخر ساعة صايبة، ومن تما غبر وما بقاش شافو حتى واحد. من بعد هاد القصة ديزي طلبات من بنتها كارولين تجبد واحد المذكرة من الصاك ديالها وتبدا تقرا. كارولين لقات في المذكرة بزاف ديال التصاور وبدات كتقرا الوصية ديال امها اللي ما خلات فيها والو لشي حد، من غير قصة ديال واحد السيد سميتو بنجامين. اللحظة اللي كيعنوا فيها باللي الحرب تسالات والناس خارجين، شي فرحان وشي حزين على ولادو اللي ماتوا. كنشوفوا واحد الراجل كيجري وسط الزحام حتى لدارو. فاش دخل لقى مراتو كتموت وهي يلاه ولدات. طلبات منو يتهلا في الولد ومات بين يديه. فاش الراجل شاف داك الدري تصدم من الشكل ديالو، هزو دار واحد الواد باش يلوحو تما، ولكن شافوه البوليس وبقاو تابعينو. هرب منهم وحط الدري الصغير ومعاه واحد الورقه حدا الباب ديال واحد الدار ديال العجازه. شويه خرجت واحد المراه سميتها كوين هي وراجلها. فاش لقات كوين داك الدري الصغير تصدمات ملي شافت وجهه اللي كيبان بحال شي راجل شارف. راجلها قال ليها بلي خاصنا نعيطوا للبوليس، ولكن هي ما بغاتش ودخلاتو معاها للدار وخباتو بواحد البيت. كويني كانت خدامه في داك المركز ديال المسنين هي وراجلها. دات البيبي عند الطبيب وفاش فحصو قال ليها بلي عينيه ضعافين وما كيسمعش وعنده التهاب المفاصل وكاع الامراض ديال الشراف تجمعوا فيه، وقال ليهم راه ما غاديش يعيش بزاف. كوين بقى فيها الحال وقررت تهلا فيه وسماتو بنجامين. ومن داك النهار بنجامين عاش في ديك الدار ديال العجازه وكبر وهو كيحسب ليه راسو راجل كبير بحال الناس اللي عايش معاهم. واحد النهار داتو كوين عند واحد الفقيه باش يدعي معاها تحمل ويدعي مع بنجامين بالشفاء. الفقيه طلب من بنجامين يوقف من الكرسي المتحرك، وفعلا بعد شي محاولات قدر بنجامين يوقف على رجليه. الفقيه من كثرة الفرحة طاح ومات ديك الساعة. بنجامين كبر في دار المسنين كيشوف أعياد الميلاد والجنازات ومستغرب كيفاش الناس كيعيشوا ويموتوا وهو والو. من بعد تعرف على واحد الراجل قازم واللي ولا كيديه معاه يتسارع. واحد المرة خلاه في وسط الطريق واضطر بنجامين يرجع لدارهم بوحدو على رجليه، واخا كانت صعيبة. حس باللي داك النهار كان من أحسن الأيام في حياته، يقدر يتمشى بوحدو ويكتشف العالم. واحد العيد العائلات ديال دوك الناس الكبار تجمعوا، وواحد المرأة عرفت بنجامين على الحفيدة ديالها، واحد البنت زوينة شعرها أحمر سميتها ديزي. بنجامين عجباتو من أول نظرة، وفي ديك الحفلة كوين فاجأتهم وقالت لهم باللي هي حاملة. مع الوقت بنجامين وديزي ولاو صحاب وديما كيلعبوا بجوج. واحد النهار كانوا مخبيين تحت واحد الطبلة وشاعلين شمعة وكيعاودوا الأسرار لبعضياتهم. ديك الساعة قال ليها بنجامين اللي هو راه ماشي كبير في العمر كيف ما كيبان ليها، ولكن راه مازال صغير. ديزي فعلا كانت حاسه به ماشي بحال باقي الشراف. شويه شافتهم جداتها وغوتات عليهم. بنجامين بقى كيكبر وبدا كيتعلم يعزف البيانو من بعد من عند واحد السيده في دار المسنين، ولاحظ بلي الجسم ديالو غادي وكيتبدل وكيصغر. واحد النهار مشى جلس حدا المرسى ولقى خدمه في واحد البابور صغير مع واحد الكابيتان سميتو مايك. هاد الخدمه كانت شي حاجه جديده ومثيره بالنسبه ليه. الكابيتان مايك اكتشف باللي بنجامين عمرو كان مع شي بنت في حياته ودا معاه لواحد البار باش يعرفوا على البنات. واخا الشكل ديال بنجامين كان كيبان كبير، واحد البنت تما عجبها الحال ووافقات دوز معاه الليله. من بعد ديك السيده اللي تعرف عليها في الوطيل كشفت باللي بنجامين ماشي راجل كبير كيف ما كيبان على شكله، ومن ديك الليله ولا هو الكليان الوحيد ديالها. باش كيكون بنجامين راجع لدارو كتوقف حداه واحد الطوموبيل، والسيد اللي سايق اللي سميتو توماس كيعرض عليه يوصلو. كيمشيو بجوج لواحد البار وكيبقاو يتعاودوا على المرض ديال بنجامين، ومن بعد كيوصلوا لدارهم. تما توماس كيطلب منه واش يقدر يبقى يزورو مره، وبنجامين كيفرح وكيوافق. كترجع ديزي تزورهم في العيد وكدوز نهار كامل مع بنجامين في البابور ديال الصيد ديال الكابيتان مايك. واحد النهار كتموت الصديقه المسنه ديال بنجامين، وهذا الشيء كيخليه يكتشف باللي حياته غادا بالعكس ديال كاع الناس. ديك الساعه كيقرر يجمع حوايجو ويمشي يودع كوال اللي هي متبنيه وراجلها، وكيوعد ديزي يبقى يصيفط ليها كارت بوستال من اي بلاصه مشى ليها. الايام في البحر كانت طويله وممله، ولكن ديزي
ديزي كانت ديما كتجاوبو على رسائلو. داك الوقت ديزي كبرات وولات اشهر راقصة بالي. اما بنجامين وصحابو في البابور كانوا ديما كيمشيو يسهروا. واحد المره خدا بنجامين شومبر في واحد لوطيل وتلاقى مع اليزابيث وراجلها اللي كان خدام جاسوس. مع الوقت بنجامين واليزابيث ولاو قراب وبداو كيتلاقاو كل ليله. بنجامين حس باللي كيبغيها واعترف لديزي بهذا الشيء بواحد الرساله. ديزي واخا كانت ناجحه في حياتها فاش وصل لهاد الخبر تحطمات. العلاقه ديال بنجامين واليزابيث كانت زوينه، ولكن واحد النهار اليزابيث غبرات عليه بلا خبر. ديك الوقيته بدات الحرب العالميه الثانيه والباطو ديال بنجامين تحاصر من طرف العدو. الكابيتان مايك والطاقم بداو كيموتوا واحد بواحد، ولكن بنجامين بقى عايش وهو اخر واحد ودع الكابيتان مايك قبل ما يغرق الباطو. من بعد هادشي بنجامين رجع لدار المسنين وتلاقى مع كوين وكانت فرحتهم مخلطه بالحزن. واحد النهار جات ديزي تزورهم وتفاجأت فاش شافت بنجامين ولا كيبان صغير. خرجوا يسهروا بجوج وبنجامين حس براسو كيبغيها، ولكن فاش هي قربت منه هو رفضها. ديزي تقلقات ومشات في حالها. الغد ليه جا عنده صاحبو توماس وعرض عليه العشاء. دا المصنع ديالو وتما اعترف ليه باللي هو باه الحقيقي. وراه الدار وشي تصاور ديال مو. بنجامين رجع حزين وحير. الغد ليه رجع عند توماس اللي كان مريض وتاه نفس الواد اللي كان غادي يغرقوا فيه وبقى معاه تما حتى مات. ديك الساعه بنجامين قرر يسافر لنيويورك باش يحضر العرض ديال ديزي. فاش شافها بقى غير حال فمو فيها، عجباتو وبغى يعطيها الورد مورا الكواليس، ولكن في اخر لحظه شاف واحد الراجل اخر معاه ما بغاش يبرزطو ومشى في حاله. بنجامين بقى كيدوز وقته في دار المسنين والدوران بالموطور. واحد النهار وصلت واحد المكالمه خلاتو يسافر دغيا لباريس. عرف باللي ديزي وقعت ليها كسيده وتهرس ليها رجلها. بنجامين بغى يديها معاه ويعتني بها، ولكن هي طلبت منه يخرج من حياتها للابد. دازت سنين وبنجامين حاول ينساها ولكن ما قدرش. تلاقاو عاوتاني وهاد المره بقاو عايشين بجوج، ولكن علاقتهم بدات كتعقد حيت هي كتكبر وهو كيصغر. باش مات كوين بنجامين باع القصر ديال باه باش يعيش مع ديزي دارهم. هي قررت تفتح مدرسه ديال الرقص البالي وفي نفس الوقت علماتو بلي هي حامله. بنجامين كان خايف حيت عارف يجي واحد النهار يولي هو وبنته في نفس العمر، ولكن ديزي طمأناتو. ولدت ديزي بنيه سماتها كارولين. وهنا كنرجعوا كارولين في الزمن الحاضر. اكتشفت هذا الشيء كامل في المذكره. بنجامين حس باللي بنته محتاجه اب ماشي واحد في عمرها تلعب معاه. واخا كان كيبغيهم بزاف قرر يخليهم ويمشي وخلى ليهم الفلوس ديالو كامله. دازت سنين وكارولين كتقرا رسائل ديال الندم اللي كان كيصيفطها باها لديزي. واحد النهار رجع بنجامين باش يزورهم. كان ديك الساعه في سن المراهقه. لقى ديزي تزوجات بواحد الراجل اللي كان اب مزيان لكارولين. بنجامين وديزي يدوزوا اخر ليله ليهم بجوج في لوطيل من بعد سنين طويله بلا ما يعرفوا والو على بعضياتهم. واحد النهار جا واحد الشخص عند ديزي عطاها شي مذكرات ديال بنجامين. البوليس لقاوهم في واحد الميتم كان تما على شكل دري صغير وبدات كتبان عليه اعراض الشيخوخه والنسيان. ديزي مشات لديك الدار باش تهلا فيه وتعيش معاه حتى لاخر ايامه. وهنا كيبان باللي الحكومه غيرت الساعه القديمه، وكيبان بنجامين وهو كيموت وهو بيبي صغير بين يدين ديزي اللي ولات عجوز. بالاخير كنرجعوا لكارولين في السبيطار كتسالي قرايه ديال المذكره. ديك الساعه جات العاصفه وضربت المدينه وغرقاتها كامله. الماء كيغرق في ديك الساعه القديمه اللي كانت مخزنه وكتوقف، وكارولين وامها ديزي يموتوا بسلام. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. الى عجبك الملخص خلي لنا الدعم ديالك بلايك للفيديو واشتراك في القناه، وما تنساش تشوف الملخصات اللي فاتوا غيعجبوك حتى هما. تهلا.